السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عزيز الأهلاوي. بقالي 3-4 أيام ما بنزلش فيديوهات، بس الحمد لله رجعنا نصور تاني وإن شاء الله ما نغيبش تاني. بس أهم حاجة دعمكم، اشتراك ولايك وشير وأي حاجة منك حلوة يا عزيزي. وقبل ما نقول أي حاجة نصلي على النبي وبسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يا عزيز الأهلاوي، امبارح النادي الأهلي عمل جلسة تصوير رايقة قوي للاعيبة النادي الأهلي بالكاس بتاع بطولة الثلاث قارات أفريقيا وآسيا والأوقيانوس. كانت جلسة تصوير رايقة قوي، والستائر الحمراء والكاس محطوط في النص واللعبة داخلة تتصور جنبه، والستارة اللي ورا اللي مرسوم عليها الثلاث قارات بالذهبي. لا طبعا كانت جلسة تصوير حلوة قوي وعجبتني قوي، وفكرة كرييتيف وحاجة حلوة. واحنا ما لحقناش نحتفل بالبطولة ديت وما لحقناش نتصور بيها وما لحقناش نعمل حاجات كتير، بس الإدارة اختارت الوقت المناسب اللي هي تعمل جلسة التصوير ديت علشان طبعا ترفع من روح اللعبة شوية. وخلاص الفرق بإذن الله هتسافر النهاردة، وإن شاء الله لسه بقى ما نعرفش هنلاعب مين، هنلاعب بوتافوجو ولا باتشوكا، بس باذن الله احنا نلاعب بوتافوجو. ليه مثلا بقول عايزين نلعب بوتافوجو؟ يعني مثلا مش هيبقى ماتش سهل، مش هيبقى كعب نعلى عليهم، لا احنا عايزين نلعب بوتافوجو علشان التصريحات اللي اللاعب بتاع بوتافور دوت قاله. المهم اللاعب بيقول ايه؟ بيقول احنا ما يفرقش خالص من ريال مدريد او مين، احنا نادي بطولات وعايزين ناخد البطوله وعايزين ناخد النهائي ومش عارف ايه. هو انت نسيت مثلا انت لسه هتلاعب باتشوكا؟ نسيت ان انت لو كسبت من باتشوكا هتلاعب الاهلي؟ انت تعبان في دماغك؟ ما انت لسه ما كسبت، انت ممكن اساسا ما تعديش من باتشوكا، احتمال كبير. يعني الماتش 50-50، تكسب تخسر، فاحتمال كبير ما تعديش عشان تقول التصريحات دي. بس انا عايز العبك وجمهور الاهلي عايز يلعبك، وانت معذور والله. هو معذور، هو ما شافش الهلال، ما شافش الاتحاد، ما شافش العين، فهو معذور. احنا عايزين تصريحات من دي كتير عشان باذن الله احنا عايزين نلعبك، ولما هنلعبك هنغلبك وهنحط عليكم حطه تقيله قوي. وطبعا احنا لو لعبناهم هنواثق في فرقتي، بس اللي انا واثق منه جمهور النادي الاهلي في قطر ورابطه النادي الاهلي في قطر. رابطه النادي الاهلي اللي بقالها تقريبا اسبوعين عامله تجمعات وعامله بروفات، وهتشوف بقى جمهور الاهلي الحقيقي، جمهور الاهلي اللي بجد اللي هيسند الفريق في البطوله ديت وهيبقى ورا الفريق، وباذن الله نكسب ونصعد النهائي. وهتلاقي جمهور الاهلي اكتر من جمهور ريال مدريد في قطر. رابطه النادي الاهلي عامله شغل عالي، تجمعات بقى وهتافات ودخلات، حاجات هتبقى باذن الله رايقه قوي. والفريق طبعا زي ما قلت باذن الله هيسافر النهارده. وطبعا يوسف ايمن مستبعد من القائمه لاسباب فنيه، فالراجل 80-90% مش مقتنع بيوسف ايمن. ويوسف ايمن جاي اعاره موسم، فهو تقريبا 90%، مش تقريبا 90% الاعاره بتاعته هتخلص وهيرجع الدحيل تاني والاهلي مش هيشتريه. فهو الاهلي كده، هو الاهلي عنده دلوقتي مدافعين هما الاساسيين معاه، ياسر ورامي. واشرف داري لسه راجع من الاصابه، لسه الله اعلم هيبقى برضه مستواه حلو ولا لا. زي ما احنا قلنا قبل كده، قلنا الاهلي كنا عاملين فيديو قبل كده، قلنا الاهلي محتاج كام صفقه. فهو زي ما انا قلت الاهلي محتاج صفقتين في قلب الدفاع. يوسف ايمن 90% مش موجود في النادي الاهلي، هيمشي. واشرف داري لسه الله اعلم. فانت كده ما عندكش غير مدافعين اتنين، رامي ربيعه وياسر ابراهيم. فربنا يستر عليهم وما يتصابوش، ربنا يستر عليهم عشان لو اتصابوا احنا هنحتاس. بس كده عزيزي الاهلاوي، ده فيديو في السريع، وان شاء الله ما نغيبش تاني ونفضل مستمرين ان شاء الله في التصوير. بس ما تنساش تدعمني بشير ولايك وسبسكرايب، سواء على التيك توك او على اليوتيوب. سلام.